السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في محاضرة النهاردة هنتكلم مع بعض عن أورجانيك كيمستري. هنتكلم عن الأليفاتيك هيدروكربون. قالك والله الأورجانيك كومباوند المركبات العضوية دي بتكون المركبات اللي بتكون فيها ذرة كربون. قالك والله بيكون في منها حاجات بتكون سايكليك عاملة حلقة أو عاملة كلوزد تشين سلسلة مقفولة، وفي حاجات بتكون سايكليك اللي هي بتكون عبارة عن اوبن تشين سلسلة مفتوحة. طب الحاجات اللي هي بتكون سايكل في منه حاجات هومو سايكليك وحاجات هيتيرو سايكليك. الهومو سايكليك دي بيكون في منه حاجتين، حاجات اروماتيك يعني عاملة حلقة بنزين، وفي حاجات الي سايكليك اللي هي مش عاملة حلقة بنزين، عبارة عن عاملة سايكل كده بس ما بتكونش حلقة بنزين. حلقة البنزين بيبقى فيها 3 دبل بوند، تمام، انما التانية بيكون فيها 1 او 2 دبل بوند، تمام. قالك طب الهيدروكربون بقى اللي احنا هنتكلم عليهم، قلنا بيكون في منهم اروماتيك وفي منهم حاجات اليفاتيك. الحاجات الاليفاتيك اللي احنا هندرسها اللي هو الالكان والالكين والالقين والسايكليك اليفاتيك. طب الالكان كنا بنقول عليها اسمها بارافين، انما الالكين كان اسمها اوليفين، انما الالقين اسمها اسيتايلين. المهم نبقى عارفين اللي هو ايه التركيبة بتاعة الالكان، عبارة عن ايه، عبارة عن CnH2n زائد 2 زائد كام، زائد 2. دي بتركيبة مين؟ الالكان. يعني ايه CnH2n زائد 2؟ يعني الN دي مثلا لو كانت ب2 يبقى الH بكام؟ هنقول 2 في 2 ب4 و2 ايه 6، يبقى دي كانت C2H6. كويس كده. الالكين بنعمل ايه؟ بنشيل الاتنين دي يبقى CnH2n. طب الالقين بننقص 2 CnH2n ناقص 2. طب السايكليك الكان ده عبارة عن CnH2n بس، زي مين؟ زي الالكين، زي الالكين، ودي بتكون unsaturated. قالك والله الاليفاتيك هيدروكربون هنا، قالك اول حاجة عندي بنشوف على حسب عدد ذرات الكربون بيكون لها اسم. لو كربونة واحدة اسمها ميثان، لو كربونة واحدة يعني CN، لان هنا بواحد يبقى الاتش بكام؟ 2N، 2 في 1 ب2 وازود على 2 يبقى كام؟ 4. نفس الكلام هنا C2، N هنا ب2 يبقى الاتش بكام؟ 2 في 2 ب4 وازود 2 يبقى 6. يبقى دي كده حاجات محفوظة وعرفنا جت منين. اللي فيها كربونة واحدة اسمها ميثان. ميثان. كلمة الكان بتنتهي بالمقطع ENE، في أي حاجة الكانة تنتهي ENE، تمام. يبقى كده لو كربونة واحدة اسمها ميثان، لو كربونتين اسمها إيثان، لو 3 اسمها بروبان، لو 4 اسمها بيوتان، لو 5 اسمها بنتان، لو 6 اسمها هيكسان، لو 7 اسمها هيبتان، لو 8 اسمها أوكتان، لو 9 كربونات اسمها نونان، لو 10 كربونات اسمها ديكان. كويس كده. قالك دي بيكون المولكيولار فورمولا بتاعتها CH4 C2H6 C3H8. وانت عرفت لو الكربون ليها عدد معين هتعرف تجيب منها الاتش، تمام، بناء على الصيغة اللي هي CnH2n زائد 2. جايب لك بقى الاستراكشرال فورمولا، يعني عايز يقول لك بيبدأ يفرد الكربونات. هنا كربون واحدة فسي اتش 4، هنا كام كربونة؟ سي 2 اتش 6، افردها يبقى كربونتين، يبقى كل اتش ماسكة كام؟ 3. طب هنا سي 3 اتش 9، لما اجي اوزعهم هما 3 كربونات، كربونة وكربونة وكربونة. احنا عارفين اهو، تعالى نرسمها كربونة وادي كربونة وادي كربونة. احنا فيها كام اتش بقى؟ فيها 8. احنا عارفين ان الكربونة بتعمل اربع دبل، اربع روابط، 4 سنجل بوند. ادي سنجل بوند ماسكة في كربونة، يبقى باقي 3. التلاتة دي واحدة اتش وواحدة اتش وواحدة اتش. طب الكربونة دي اللي في النص عاملة ايه؟ ربطتين، يبقى ناقصها ربطتين اتش و اتش. طب الكربونة دي عاملة ربطة واحدة، يبقى ناقصها كام؟ 3 اتش. لو هتيجي تجمعهم هتلاقيهم هما 8. ادي 3 وادي 2 5 وادي 3 8، يبقى سي 3 كام؟ اتش 8. لما اجي فرنطهم ليلك اول واحدة ماسكة في 3، تاني واحدة ماسكة في 2 سي اتش 2، تالت واحدة ماسكة في سي اتش 3. ديك بقية الكلام، تمام كده، تمام. قال لك جه لما يصنف اللي هو الكربون واللي هو الهيدروجين، لما جه يصنفهم قال لك والله عندي حاجات اسمها برايمري كربون وحاجات اسمها سكندري وحاجات اسمها تيرشيالي كربون. الحاجات البرايمري كربون دي اللي هي بتكون فيها الكربونة بتكون ماسكة في ايه؟ في كربونة واحدة. بمعنى مثلا اللي هو السي اتش 3 دي ماسكة في ايه؟ ماسكة في كربونة واحدة، يبقى دي بنقول عليها برايمري. طب الكربونة دي سي اتش 3 بتبقى ماسكة في كربونة واحدة، بدليل ان عاملة 3 اتش اهي، يبقى ماسكة في كربونة واحدة ما بتعمل 4 روابط، يبقى دي اسمها برايمري. طب سكندري معناها انها ماسكة في 2 كربون. مين هنا السكندري؟ الكربونة دي بتاعت السي اتش 2 ماسكة في كربونة اهي وماسكة في كربونة اهي، يبقى سكندري. طب مين هنا اللي بنقول عليها ترشري؟ اللي ماسكة في 3 كربونات. الكربونة دي سي اتش ماسكة في كربونة اهي وكربونة اهي وكربونة اهي، يبقى 3.
تمام كده. قالك طب ده الهيدروجين بيبدأ يرجع على حسب ايه؟ بيبدأ بنقول عليه برايمري او سكندري او ترشري على حسب اللي هو النوع الكربون اللي بتكون ماسكة فيها. تمام كده. يبقى احنا اللي يهمنا الكربون، نقول عليها برايمري كربون يبقى ماسكة في كربون واحدة، سكندري كربون يبقى ماسكة في كربونتين، ترشري كربون ماسكة في 3 كربونات. طيب قال لك والله هنا اللي هو الالكايل جروب. ايه هو بقى الالكايل؟ الالكايل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الكان. يعني شوف الالكان كده، كان الكان بينتهي بالمقطع اي ان اي، كان عبارة عن ايه؟ سي ان، صح كده، اتش 2 ان زائد 2. طب ايه هي بقى الالكايل؟ انا شلت المقطع اي ان اي وقلت الكايل، وضفت المقطع واي ال، وعملت ايه؟ بدل ما دي كانت زائد 2 عملت ايه؟ عملت زائد 1، يعني نقصت واحد منها، يبقى سي ان اتش 2 ان زائد 1. بمعنى لو انا عندي كربون مجموعة الميثان اللي هو سي اتش 4، قالك لو شلت منها اتشاية بقت هتبقى سي اتش 3. بدل ما اقول عليها ميثان وتنتهي بالمقطع اي ان ايه، هشيل ان واحط واي اللي يبقى اسمها ميثايل. تمام كده. يبقى اللي انا شلت هيدروجينة، عملت لص لذرة هيدروجينة من الالكان. طب الجنرال فورمولا بتاعتها بيكون عبارة عن ايه؟ سي ان اتش 2 ان زائد 1، يبقى زي الالكان بس شلت منها واحدة، بدل ما كانت 2 بقت 1. تمام كده. بنرمز لها بالرمز ايه؟ قالك بنرمز لها بالرمز ار. تمام كده. قالك مجموعة الالكال بنبدأ نسميها على حسب ايه؟ بنضيف المقطع ايه، نشيل المقطع ان ونضيف المقطع واي ال. طيب قالك ايه تاني؟ قالك والله هنا الالكال جروب قلنا مثال عليه بيكون مشتق من اللي هو مثلا الميثان زي ما شرحنا من شوية. تمام. طب تعالى لو في اتنين بقى سي اتش 3 اللي هي سي 2 اتش 6، صح كده. قالك دي اللي هي مين؟ الايثان. طب هشيل المقطع ايه ان ايه واحط واي اللي يبقى اسمها ايثايل، اشيل اتشاي يبقى سي 2 اتش كام؟ 5. سي 2 اتش 5 دي اللي هو الالكايل. طب قالك والله لما احنا نكون مثلا البروبان، ده كله ده نفس الكلام، جايب لك اللي احنا اشتقناها ازاي يعني. تمام كده. قال لك طب تعالى بقى نخش على جزئية اللي هو النومنكلتشر، ازاي نسمي اللي هو الهيدروكربون او اللي هو الالكان. اولا الالكان ده بيكون ساتيوريتد، هو الوحيد اللي بيكون ساتيوريتد مشبع. قال لك والله بيكون في منه تسميتين، اللي هو الكومن نيم اللي هي الاسماء القديمة الالدر، وفي اللي هو الايوباك نيم. تمام كده. قال لك اول حاجه على حسب تسميه الايوباك نيم، قال لك اول خطوه انا بعملها بختار اطول سلسله كربونيه مستمره. يعني مثلا هنا دي كربونه 1 2 3 4 5، يبقى الصف دي 5 كربونات. طب لو دي 1 2 3 4 5 6، يبقى الصف دي كام؟ 6. يبقى اللي انا اختار ال5 كده اللي هي بالعرض، ولا اختار دي ال6؟ انا بقول بختار اطول سلسله كربونيه بختار ال6، يبقى ده الشكل ده هو الصحيح. تمام كده. طب المجموعة دي بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها اسمها سبستيتيوانت، يعني فرع في مين؟ بنشوف هي ماسكة في انهي كربونة. ماسكة في الكربونة دي اللي هي رقم كام؟ 1 2 3، ماسكة في الكربونة رقم 3. يبقى أول خطوة بختار أطول سلسلة كربونية. طب تاني خطوة قال لك والله برقم ذرات الكربون من ايه؟ من اول من الاول للاخر. عايز يقول لك من المكان الاقرب لمنطقة التفرع. يعني هنا نشوف مثلا دي ماسكة في الكربون رقم كام. نشوف هنا لو عدينا من هنا قلنا 1 2 3، يبقى هنا ماسكة في الكربون رقم 3. طب لو عديت من هنا 1 2 3 4، يبقى اللي أحسن أقول 3 ولا 4؟ أقل رقم 3 ولا 4؟ لا 3. يبقى برقم المكان الأقرب لمكان التفرع. أول تفرع ماسك في الكربون رقم 3. طب دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن CH3 CH2 اللي هو 2 كربون، اللي هما مين؟ اللي هما ايسايل. يبقى نقول عليها 3 ايسايل لما في مجموعة ايسايل ماسكة في الكربون رقم 3. طب ال6 كربونات بنقول عليهم اسمهم هكسان، ميثان ايثان بروبان بيوتان بنتان هكسان، اللي هما 6 كربونات. تمام كده. طب قالك البوزيشن، المكان اللي بيكون ماسك فيه السبستيتيوانت على اللي هو البيرنت جروب. بنشوف اللي هو بنشوف هنا. قالك هنا قلنا لو اللي هو بنقول عليه ايه هنا، اللي هو بيقول لك بتشوف المكان اللي بيكون ماسك فيه، يعني بتشوف اطول سلسلة كربونية وبعدين تشوف السبستيتيوانت ماسك من انهي مكان، يعني اللي احنا شرحناه. طب قالك لو انا عندي نفس الالكال جروب ماسك اكتر من مرة، قالك لو انا عندي 2 بنقول عليهم اسمهم داي، لو عندي 3 بنقول عليهم اسمهم تراي، لو 4 اسمهم تترا، لو 5 اسمهم ايه؟ اسمهم بنتا.
تمام. وهكذا. قالك هنا طب تعالى نشوف أطول سلسلة كربونية، أدي واحد أدي اتنين أدي تلاتة أدي أربعة أدي خمسة، دي الخمس كربونات. خمس كربونات اسمهم ايه؟ اسمهم بنتان. طب أنا هنا ماسك معايا كام سبستيتيوانت أو كام فرع؟ عندي مجموعة مثال في الكربونة رقم تلاتة، ومجموعة مثال تانية في مجموعة مثال ومجموعة مثال في الكربونة رقم اتنين. عندي مجموعة مثال في الكربون رقم أربعة، يبقى أنا عندي كام مجموعة؟ 3 مجموعات مثال. شوفهم بقى هما في أنهي واحدة. هتقول اتنين واتنين، يعني ماسك مجموعتين، واتنين واتنين وأربعة، كام؟ تراي، يعني 3 بنقول على اسمها تراي. 3 مجموعات مثال ماسكين في البوزيشن في المكان رقم اتنين واتنين وأربعة. تمام كده. تمام. طب تعالى ناخد تسمية واحدة تانية من هنا. طب هنا واحد أدي اتنين أدي تلاتة أدي أربعة أدي خمسة، بنتان. هنا ماسكة في البوزيشن رقم كام؟ قالك ماسكة في البوزيشن رقم اتنين وتلاتة وأربعة، نقول عليها اتنين وتلاتة وأربعة تراي ميثايل. اتنين وتلاتة وأربعة ايه؟ تراي ميثايل. طيب قالك لما أجي أبدأ أسمي اللي هو الألكان، قالك بسمي الساتيوريتد ايه؟ هيدروكربون. قالك لو انا عندي القيل سبستيتيوانت هنا بيكونوا ماسكين في بعض، ماسكين في اللي هو في سلسلة الكربون، انا ببدأ اسميها ايه؟ ابدأ ارتب. لو انا عندي يعني اكتر من سبستيتيوانت كذا فرع مختلف، ببدأ ارتب على حسب الترتيب الابجدي، على حسب الالفابيتيكال. يعني ايه؟ يعني مثلا وليكن انا عندي مجموعة ايسايل ومجموعة ميثايل ومجموعة بروبيل، اقول مين الاول؟ قالك والله مش بشوف مثلا دي تلاتة بختار هو الرقم الاولاني وبعدها اربعة وبعدها خمسة. قالك لا، بختار على حسب الترتيب الابجدي اللي هو بيكون الحرف بتاعه الاولاني. يعني الاي سيل حرف الاي الاول، ولا حرف الام، ولا حرف البي. قالك والله حرف الاي الاول قبل حرف الام، والام قبل حرف البي. يبقى لما نيجي نرتب كده نشوف أطول سلسلة كربونية هنا كام كربونة؟ 8. 8 اسمهم ايه؟ اسمهم أوكتان. تمام. طيب نشوف بقى السبستيتيوانت. قالك لو جيت رتبت من هنا، المكان الأقرب لمكان التفرع عندي مجموعة إيسايل أهي، ومجموعة إيه؟ ومجموعة إيسايل أهي في البوزيشن رقم تلاتة. نقول تلاتة وتلاتة داي إيسايل. أنا بدأت بالإيسايل عشان هي اللي ترتيبها الأبجدي الأول. طيب في البوزيشن رقم أربعة في مجموعة مثال، يبقى 4 مثال. في البوزيشن رقم خمسة في إيه؟ مجموعة بروبيل. بروبيل يعني 3 إيه؟ ذرات كربون. يبقى نلاحظ كده ان كل سبستيتيوانت بيبدأ اديله الرقم على حسب المكان بتاعه وعلى حسب الترتيب مين؟ الابجدي بتاعه. طب قالك لو انا عندي 2 سبستيتيوانت بيكونوا موجودين في نفس الكربون، قالك انا بستخدم اللي هو الرقم او اللي هو الرقم ايه؟ مرتين، توايس. تمام. ببدأ استخدم الرقم مرتين. يعني انا هنا عندي كام كربونة؟ 1 2 3 4 5 6. 6 معناها ايه؟ معناها هكسان. كويس. طب اللي أحسن أرتب من الترتيب هنا أقول 1 2 3 4، ولا أقول من هنا 1 2 3؟ أقول طبعا 3. برقم المكان اللي بيبدأ من أقرب تفرع، يبقى كده خليها 3. طب التلاتة دي فيها مجموعة ميثايل ومجموعة إيه؟ إيسايل. أقول الأول ميثايل ولا إيسايل؟ هقول إيسايل عشان هي دي اللي رقمها الأول، يبقى إيسايل. 3 إيسايل 3 ميثايل هكسان. تمام كده. تمام.